السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في منتخب نيوز قناتكم الكروية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأصدقاء الأوفياء اللي دائما معنا في القناة، ومرحبا بالأصدقاء الجدد اللي كيكتشفوا القناة. مرحبا بكم جميعا، شرفتوا القناة. شكرا على الدعم ديالكم، على الوفاء ديالكم، الحب ديالكم لهذه القناة المتواضعة. اليوم وصلنا إلى 16,000 متتبع، فكنبغي نشكركم. موضوع الحلقه اليوم الصراحه هو واحد الموضوع اللي بغيت نتجنبه باي طريقه. ما بغيتش نهضر ابدا في هذا الموضوع هذايا، ما بغيتش نعطي الراي ديالي، واللي هو واحد الموضوع اللي هو حساس. ولكن كميه التعليقات السلبيه اللي قريت في الفيديو اللي حطيت على الوفاه هذه البنت هذه، البنت نورا، هو اللي جعلني نضطر نحط هذا الفيديو هذايا باش نجاوب هذه التعليق السلبيه. صراحة تفاجأت بزاف بالتعليقات اللي قريت واللي كتكرر بزاف. كاين آلاف تعليق واللي كتكرر، واللي تعليق اللي كتقول بأن يعني ماشي فقط الرجال، يعني حتى السيدات كيفكروا بنفس الطريقه، بان النساء ما خصهمش يتواجدوا في ملاعب الكره، النساء خصهم يكونوا في الكوزينه هذيك يا بلاصتهم. وصراحه يعني هاد التعاليق غيلفوني صراحه، لان عندي امراه، عندي بنت، عندي ام، عندي خاله، عندي جده. فصراحه هاد التعاليق هذه فصراحه يعني ماشي الساعه ديالها، ماشي الوقت ديالها. يعني ما فهمت انا هاد التعليق هذه، ولهذا فيعني يعني بغيت نعبر على الراي ديالي. المشكل كيبقى في شكون اللي غيتحمل المسؤوليه الوفاه هاد السيده. فغنهضروا خبر بخبر، غنحطوا صور باش نهضروا في الموضوع ونعمقوا عليه اكثر. فكما عارفين الاخوان، قبل المباراه اللي كانت هذا الاسبوع ما بين فريق الاهلي المصري والرجاء البيضاوي، فيعني وقع هذه الحادثه. فيعني قبل، يعني في دخلت المباراه كان مشاكل، وتوفات هذه السيده هذه. دعواتكم بالرحمه والمغفره للمشجعه الرجويه نورا التي توفيت اليوم قبل مباراه الرجاء والاهلي بسبب المشاكل التنظيميه والتدافع. فيعني من هنايا تبين يعني مباشره يعني السبب هو المشاكل التنظيميه والتدافع. شكون اللي نظم هذا الايفنت هذايا؟ هو شركه كازا ايفنت، هي اللي نظمت هذا المشكل هذايا. قبل هذه الواقعه اللي وقعت سيئه ضد فريق الاهلي، سبق بيوم يعني نفس المشكل وقع في مباراه الوداد. يعني فحال اللي علمونا بالمشكل اللي يقدر يوقع، لان نفس مباراه الوداد وقع نفس المشكل، لان على حسب ما قريت فتباعوا تذاكر زائده اكثر من التذاكر اللي كيقدر يتحمل الملعب. وايضا قريت بان شي مسؤول في كازا ايفنس دخل يعني الملعب اصدقاء والعائله ديالو، ويعني العديد من الناس اللي كانوا عندهم تذاكر بقاو في برا. يعني هذه في مباراه الوداد، يعني اللي يا حسره ما وقع حتى مشكل في هذه المباراه. ولكن المباراه الثانيه اللي يعني اليوم التالي اللي كان مباراه الرجاء، وقعت هذه المأساة هذه. فصراحه مشكل كبير، فضيحه تنظيميه بابواب ملعب محمد الخامس قبل مباراه الرجاء والاهلي المصري. هذا الخبر حطته صحيفه البطوله قبل ما توقع الواقعه. يعني كانوا مباشره كي نشيدوا بان كاين مشاكل تنظيميه، ويعني كاين ناس على برا. فمنخرطوا الرجاء الرياضي، يعني لي فان، الناس اللي متابعين الرجاء، كيحملوا المسؤوليه. دوافات نورا لكازا ايفنتس ومجلس المدينه والامن يدعو لفتح تحقيق عاجل ومتابعه المتسببين جنائيا. فالصراحه القضيه عاد كبير، القضيه عاد حمض. لحسن الحظ، يعني علاش هو هذا الموضوع حساس؟ لان الصراحه كميه التعليق اللي قريت ما عجبتنيش ابدا. بزاف الناس بداو كيدخلوا الرياضه والدين، ويعني علاش؟ حيت هي سيده ما خصهاش تكون في الماتش، السيدات ما خصهمش يكونوا في الماتش. فيعني غنرجعوا ايران يعني تقريبا. نتمنى يعني هذا التعاليق وهذه الكميه، هذه الاخبار اللي كتسرب ما توصلش خارج المغرب، لان احنا على ابواب تنظيم كاس افريقيا، على ابواب تنظيم كاس العالم
مع اسبانيا والبرتغال. الصراحه لحسن الحظ حتى هاد الساعه هادي ما كاينش الخبر وفاه هاد السيده هنايا في اسبانيا ولا فرنسا، يعني ما كاينش الخبر ديالها، ما كيجوش مواقع التواصل، ما كاينش في التلفازه. هذا لحسن الحظ، لان الصراحه اذا كانوا ساقوا الخبر بهذا الموضوع هذايا فيقدر يسبب لنا واحد المشكل، واحد الاشكاليه. يعني ما كاينش الاخبار على هذه المشاكل في الملاعب الصراحه. يعني هذا واحد الحاجه اللي هي بوزيتيف اذا نفكروا مستقبلا، يعني في المصالح ديالنا، مصالح تنظيميه لكاس العالم وكاس افريقيا المقبله. كاين واحد الهاشتاك كبير حاليا في المغرب، وهو العداله لنورا. كل الناس حاطين هاد الهاشتاج هذايا، فحنايا بغينا نتضامنوا اليوم مع هاد السيده نورا ومع العائله ديالها ونكونوا جنبها. فحنايا كنتاسفوا يعني هاد المأساة اللي وقعت. يعني لحسن الحظ يعني جات في واحد السيده اللي باقا صغيره، اللي كانت على ابواب الزواج، كانت باقي هذيك غتبدا الحياه ديالها. ف يعني كان سوء الحظ، يعني كان يعني مشكل يعني صراحه. فنتاسفوا بزاف وحزينين من هذا الخبر هذيا. جماهير الرجاء تطلق هاشتاغ العداله للنوراء، مطالبه بمحاسبه المسؤولين على وفاه المشجعه الرجويه. غنخليكم تسمعوا بعض الفيديوهات اللي تسربوا اللي كانوا قبل انطلاق المباراه، يعني الازدحام اللي كان في الملعب قبل المباراه. سمعوا انا نسمع معكم. وكان اعتذر على الكلام الفاحش اذا كان شي حاجه. شو يعني كيضربوا، يعني الناس هادو ما عندهم تذاكر، يعني ماشي ناس اللي ما عندهمش تذاكر، يعني الناس على الابواب هادو اللي على برا، يعني هادو ديك الناس اللي وصلوا معطلين والتذاكر كانوا عندهم في يدهم، ولكن دخلوا الناس اكثر للملعب. ف يعني شو كيضربوهم، يعني الناس بالتيك ديالها باغا تدخل تفرج الماتش، ولكن كتاكل العصا. يعني باقي ما كاين والو. يعني شوفوا الناس كيفاش كانوا كيدخلوا، يعني بواحد الناس عندهم التيكيات ديالهم. يعني شوف، نتمناو في الجزائر ما يشوفوش هذا الخبر، نتمناو يعني الاعداء ديالنا ما يشوفوش هاد الفيديوهات هذوما، لان الصراحه ما فهمتش يعني بزاف د المرات كنخرجوا حنا فيديوهات كنتسالوا كيفاش الجزائريين كيعملوا بعض الفضيحات واللي كيكون بان العالم كامل متسلط عليهم الاضواء وكيكون كيتفرج فيهم كيعملوا شي فضيحه. ويعني مؤخرا يعني الكافه انقلبت المغرب، يعني الكل كان صالح المغرب، وتبين بان قدروا يعني ننظموا، يعني تقريبا رسميا ننظموا حنا كاس افريقيا المقبله. فمن بعد يا ما تاكدت هذه الامور هذه كنشوفوا هذه الفضائح. ف يعني اليوم على هذه مباراه الرجاء اكدنا اكثر لان وقعت فيها واحد الضحيه، ولكن المباراة اللي كانت سابقا ايضا اللي قدرنا فيها هي مباراة الوداد، ايضا كانوا فيها مشاكل، يعني ماشي فقط مباراة الرجاء. شوفوا كيفاش الناس كياكلوا العصا باش يدخلوا يتفرجوا الماتش. فضيحة كارثة. يعني شو اي واحد مخلص تيك ديالو باغي يدخل كياكل الدق. الناس واكله العصا باش تدخل تتفرج الماتش، وفي الاخر خاسرين. شوها الاخوان. هذا واحد الفيديو للسيده، يعني فيديو يعني كانت مشجعه، كانت دائما يعني في الملعب. فصراحه يعني ما نتاسفوا ما عندنا ما نقولوا. الاخبار يعني كتقول لان شفنا فيديوهات ايضا كانوا شاحنات تضخ المياه. فيعني قال واحد المصدر امني ينفي استخدام شاحنات تضخ المياه في مكان وفاه المشجعه الرجويه نورا. يعني ديك الفيديوهات اللي شفنا كيفاش هاد الشاحنات اللي كترش الماء فما كانش في هاد البلاصه هاد المشجعه. يعني ما عرفتش صحه هذا الخبر هذايا. يعني كاين الناس اللي غيتحققوا في هذا الموضوع هذوما واللي غيحاسبوا. انا ماشي هو الدور ديالي المحاسبه شكون السبب في هذه الفضيحه. يعني احنا قلنا السبب هو عدم التنظيم هو المشكل، ولكن ما نسبوش واحد الشخص معين او واحد المؤسسه معينه. فكاين الناس اللي عندهم الدور ديالهم يشوفوا شكون اللي سبب هذه الفضيحه. فنساليو الفيديو اليوم بعض اللقطات الفيديوهات
يعني الجهه الاخرى يعني في الرباط اخبار ساره الجمهور الجزائري اللي كان متواجد في المغرب واللي هضر مزيان على المغاربه. سمعوا الفيديو. هذه واحد اللحظه كما كتشوفوا لتحت جورنال الاسماء، هذا الجورنال الجريده فريق العاصمه الجزائريه، هما بيدهم حطوه في صحافه يعني في صحف مواقع التواصل ديالهم حسن التعامل بالمغاربه، وكانوا كيعطيوهم الماء واستضفوهم والناس عطاوهم ياكلوا وتهلاو فيهم. ف يعني هذا هو الكرم المغربي، هذا هو الكرم اللي مشهورين به. ف يعني هذه هي الصوره اللي البلاد ديالنا خصها تعطيها على برا. فيعني الجزائريين اللي كيجيو هنايا الجزائريين اللي كيجيو للمغرب، ف يعني هذا هو الميساج اللي خصهم يديو معاهم. هذا هما الاخبار اللي كنفرح نحطها في القناه ديالي. سمعوا واحد الجزائري اخر اللي شاد ايضا بحسن المعامله في المغرب. السلام عليكم خوتي، هذه اللقطه هنا اسكت قليلا، هنا اسكت قليلا من هذا المنبر نقولها لكم خوتي. جمهور كورفاتشي وبلاك ارمي هما الاصل، وباقي الحلويات التقليديه في المغرب. شو كان المغرب، شو كان تشجيع لاتينو خوتي، قاوي ولي لاتينو طلعين قاعده برافو. أباك نبدا الماتش هما يغنوا ريتم عالي يزيدوا يصفقوا، عندهم اخلاق، عندهم تربيه، يكبروا بالضيف ماشي كيما التوانسه هادوك. واش جاب الكورفاتشي العالميه مع انصار الترجي بلديه ما كاش. تحيا كورفاتشي خوتي، كبروا بينا وكاع واش كاين، ودرهم واحد ما صرفناه، وباذن الله تعالى واحد ما يفرقنا المغرب والجزائر خاوة. سلام إخوان الكرام، الله يألف بين القلوب والله يجعل بيناتهم محبة. نتمنوا يعني هذه المشاكل السياسية ما تبقاش ما بين البلدين الإخوة، البلدين الجارين اللي عندهم تقريبا نفس اللغة، اللي عندهم نفس الدين، اللي عندهم تقريبا نفس التاريخ، نفس التقاليد، نفس الأكل، نفس كل شيء. لأن يعني في واحد الوقت كلنا يعني تحت غطاء واحد. فيعني نتمنوا هاد الامور اللي هي بسيطه اللي كتفرقنا يعني تجعل تكون العكس، ويعني تألف بين القلوب. فالاخوان الكرام، الفيديو ديالنا غنخليوه هنايا، بديناه بواحد الطريقه اللي كانت سلبيه، ونتمنى نخليوه بهذه الطريقه اللي هي ايجابيه. اذا عجبكم هذا الفيديو هدايا فما تنساوش تدعموا القناه باللايكات ديالكم، بالاشتراك في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد. شكرا والى اللقاء.